السلام عليكم اخواتنا الصيادين اللي تملي مني ومن قلبي قريبين. احلى 100 مسا عليكم يا رجاله. اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. النهارده الجمعه 12/7/2024. طبعا جينا حاجز رشيد يا جماعه للدخول هنا بتصاريح مخابرات حرس حدود البوغاز بتاع رشيد اللي هو في رشيد البوغاز ذات نفسه. جربنا يا جماعه بالنطاط وبالكابوريا على الدنيس، للاسف ما كلش. خيلت شويه بميه صغيره، حاله البحر كده بحر صغير في رشيد، بحر صغير، ريح منسل من الشرق بسيط مفتح المايه. جربنا كل حاجه يعني على السمك الابيض ما كلش، فهنجربه على البطاطا ان شاء الله بالعجينه كده، وربنا يسهل الحال. لو الشمس قرصت ولقينا في بطاطا ياما احتمال نشتغله بالورقه على البطاطا كده في نص النهار. احنا لسه استباحه كده يا جماعه، ويلا بينا نشوف القرمه ويلا نشوف هنعمله ايه. النهارده اخواتي وحبايبي شغالين بالبوصه ال6 متر النبوله بتاعتنا، فله متوسطه، شعر فوق 25 تحت 18، فله كده زي ما وريتها لك، وزنتها اهي تمام. شلاط رقم 14 برضه اوريك الشلاط عشان تبقى انت عارف. الشلاط ال 14 الفرنساوي. هنسمي الله كده ونجرب بالعجينه ان شاء الله، ربنا يكرمنا وتحضر علينا البطاطا. ولو البوري ظهر طبعا علينا على الشلاط هنعمل ايه؟ ايوه شاطر، هنغير ونحط السنور. لو في بوري هنحط سنار 8 امير 421. ادعوا لنا بالتسهيل يا جماعه، ويلا بينا نجيب لكم حاجه على مباشر على طول بعونك يا رب. طبعا اخواتي وحبايبي بالصلاه على النبي، كبش الكابوريا محترمه كلها حيه، جبناها بالليل عشان نستهدفوا بيها السمك. اشتغلنا بيها بالمكنه وبالبوصه، للاسف السمك ما مسكهاش. السمك ماسك الخشابي وماسك النطاط، حتى السمك النهارده ضعيف. فحاولنا نجربه بالكابوريا كده، طبعا ما صورتلكش حاجه لان ايه السمك ما مسكهاش. وطلع النهار وهنستهدفه البطاطا زي ما انا قلت. عاملين بوسط العجينه برضو عشان لو البوري حضر علينا، وهنشتغلوا عليها بالورقه. البطاطا هنشتغلوا عليها بالورقه، فمثلا شويه كابوريا زي دولت اكتر من كيلو ونص كابوريا اهو، ما لهمش لازمه معايا. تقوم جاي عامل ايه؟ تقوم جاي مسيب صراحهم كده على طول، سيب صراحهم كده، توكلهم على الله، تعيشهم كده يدعوا لك، لان هما مش هيموتوا على الفاضي. تمام. بصوا الكابوريا يا جدعان بتدعي لي، بص سامعين؟ انا سامعها والله اهو. بصوا بتبص لي ازاي، بتقول لي الف شكر. خلاص كده اطلقنا صراحه الكابوريا، عشان لما نيجي تاني نلاقي طعم. هو مش جشع طعم، هعمل بيهم ايه؟ هيبوظوا هيموتوا على الفاضي. فعشان كده نطلق ايه صراحه. يلا طبعا ده البوغاز اهو، واقفين هنا طبعا لحد ما عينك تجيب. مفيش ولا صياد، مفيش غيري واقف على البوغاز كله، ومفيش سمك كمان يعني، ولا في صيادين ولا في سمك. مفيش غير الميه والمنظر الحلو اللي احنا فيه دوت والصلبون. ومنظر الميه الصراحه مستفز يعني، خليني عايز انزل. الميه فاتحه قوي، شكلها حلو، فممكن نضرب غطس كده دلوقتي. يلا بينا، خلاص انا قررت نضرب غطس. نضرب غطس ونتوكل على الله. طالما مفيش سمك الدنيا بايظه. بس يا خساره، يا ريتني جبت معايا النضاره. الله غالب بقى، ننزلوا من غير النضاره ومن غير الزعانف. ننزل نضرب غطس كده ونتوكل على الله.
100. اكتر حاجه استفدنا بيها النهارده الغطس الحلو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.